أهم حاجة في حياتي ولازم أعملها كل ما تخلص، أحلى تونر هتعمليه لبشرتِك، تعالي أقول لِك أنا هاعمله إزاي والطريقة اللي أنا باحب أعمله بيها. دي مَيّة ورد العرّاب، أنا باحبها جدًا ما باستغناش عنها، كل ما تخلص طبعًا ما باجيبش غير مَيّة ورد العرّاب، حلوة جدًا، جدًا وسعرها حلو يا بنات. أنا حطيت حوالي نُص فنجان صغير من مَيّة الورد، زي ما أنتم شايفين ده فنجان صغير أو كوباية صغيرة هتحطيه نُصّه مَيّة ورد، وهاخد حوالي كده 10 فصوص أو 10 فصوص، بس في فص منهم كبير، فأنا خدت حوالي 10 فصوص كده من لبان الدكر، يعني حبّة حلوين كده وتحطيهم في مَيّة الورد وتسيبيهم ليلة كاملة. أنا سِبتهم لتاني يوم، دي مَيّة ورد ما عملتهوش بمَيّة مكترة ولا عملته بمَيّة عادية، لأ، عملته بمَيّة الورد وسِبته لتاني يوم، غطّيه بحاجة أهم حاجة تكون كويسة إن أنتِ تغطّيه بيها وتسيبيه ليلة كاملة. تاني يوم هتجيبي بقى المصفى بتاعتِك وتجيبي بقى كوباية تصفّيه المهم إن أنتِ تصفّيه. أنا هنا جِبت كوباية نضيفة، كل حاجة طبعًا نضيفة ومتعقّمة لإن أنا هاستخدمه لبشرتي. بعد كده رُحت مصفّياه كويس جدًا زي ما أنتم شايفين أصلًا يعتبر جزء منه دِب واللي بقي ده عملت بيه ماسك. زي ما أنتم شايفين كده اتصفّى خالص، شايفين شكله عامل إزاي؟ صفّيته كويس جدًا وبعد كده هاجيب بخاخة تكون نضيفة، دي بخاخة عندي غسلتها وعقّمتها كويس جدًا. في طريقتين تقدري تستخدمي بيه التونر ده. أهم حاجة الطريقة اللي إحنا عملناها دي اعمليها، بشرتِك هتبقى في حتة تانية خالص. التونر ده بيشد البشرة جدًا، انسي التجاعيد، هيفتح لِك بشرتِك. بُصّوا أنا ما باستغناش عنه وكل ما يخلص باعمله، الفترة دي ما بقيتش أستغنى عنه. أول طريقة اللي أنتِ هتستخدمي بيها اللي هي طريقة البخ على طول، في طريقة تانية هاقول لكم عليها اللي هي بالقطنة، بس في خطوات مهمة لازم تبقي عارفاها. كده أنتم شايفين الخطوات اللي إحنا عملناها مع بعض كويس. أهم حاجة بشرتِك تبقى نضيفة، هتستخدمي التونر يبقى بشرة نضيفة، غاسلاها بالغسول بتاعي وبشرتي نضيفة. الطريقة بقى اللي أنا قُلت لكم عليها التانية هي إيه، باحط التونر بتاعي على القطنة وبامسح بيه بشرتي كلها كويس جدًا. تالت خطوة باعملها إن أنا بارطّب بشرتي بعد التونر، يبقى أول حاجة باغسل بشرتي بالغسول، تاني حاجة باحط التونر اللي إحنا عاملينه بالبان الدكر مع بعض، تالت حاجة باستخدم المُرطب بتاعي اللي هو ساتروبانتين أنا باحبه جدًا ومناسب ليّا، وهاعمل زي مساج بسيط كده لبشرتي، تدليك بسيط كده خالص للبشرة. خلال أسبوع لو بشرتِك بقى فيها بُقع، فيها خطوط، انسي تمامًا الحاجات دي، بشرتِك هتبقى صافية ونضرة جدًا، جدًا. أنا الفترة دي ماشية عليه، بشرتي اتغيّرت تمامًا، باعمله مرّة الصبح ومرّة بالليل، وده المهم إن أنتِ تعمليه مرّة الصبح ومرّة بالليل. نسيت أقول لِك حاجة، احتفظي بالتونر في التلاجة، ومَيّة الورد بتاعتِك برضه حطيها في التلاجة.